السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بعد ما ينتهي الوصفة مبينة، وهذه المواد، هذه طماطم مثرومة، ثوم مثروم، ثوم صحيح علشان بعدين اهرس 2 3 والباقي اقطهم مقلوب، بصل حق الحمسة، وكركم كاري، وطماطم مطحونة ومعجون طماط. الحين انا بحمس البامية هني على هذا الجدر، لان بحمس اللحم بروح عشان البامية ما تمد، لان انا سالكته نص سلقة. الحين بقط عليه شوية بصل اللحم حق الحماس، وراح اقط هني شوية حق حماس البامية، هذا حق الفقاعة انزين. وراح اقط البامية هني، راح احمسها بروحها علشان هي الجدر البامية قصدي ما بتتكسر. الحين بحمس اللحم هني ورا ما عرقته البامية هني، وإن شاء الله لما أحمس وخلص وأقول لكم شنو أسوي الخطوات خطوة بخطوة. هذه البامية قطعتها قمرتها مع البصل، وحاطة أنا زيت وشوية سمنة. الحين بقط عليها الثوم، هذا الثوم شوية، ثم قط على اللحم شوية. قطيت الكركم والكاري. تقولون إحنا ما نحط، إحنا نحط، ولا راح يبين غير طعم البامية. زين، لما تبون تحمسون شوفوا القشة وين احطها مالت الحماس كذي، لا تحطونها هي تبون تحطون بالبامية، لا كذي انتحت لفوق، حطوها بالحار كذا بحيث انه لما تنزل يعني بالقوع اخليها الحافة مالت القشة عشان لا تتكسر البامية. ونفس الشيء اللحم. بعدين كيف يعني تبي تحطين تجمعينهم اثنينهم الجدر. مثلا الحين انا اقدر اقط الباميه هني ورا ما اخلص حماس اللحم، واقدر اقط اللحم على الباميه هني، واضيف عليه باقي الشغلات. يعني في ناس وايد شوفي، انا الحين طريقتي يسمونها تطبيق، اللي هي احمس اللحم وبعدين احمس عليه الباميه، بعدين معجون الطماطم لازم نحمسه علشان طعم المعجون يروح، بعدين تشطرين الطماط واثرم طماطه واحده ناعم، اشيل قشرها واثرمها ناعم، فرم ناعم اقطها عليه، وخلاص. هذه يعني الباميه ترى سهله ولا اسهل منها. واكو ناس بس ما يحطون بصل، يحطون بس انا اقول لكم ليش، والله احنا ما نحب البصل، احنا ما نحب كذي، احنا ما نحب كذي، لا احنا اكلنا نحب احلى طبخه ما تخلى لا من البصل ولا من الثوم والكاري والكركم. بس الحين قبل يعني ما احط البامية بحط معجون الطماط علشان احمسه وتروح شفة المعجون منه. يعني المعجون فيه طعم، يعني اذا واحد ما يحمسه عدل يظل طعم المعجون. ولو في ناس يحطون بس معجون على البامية يقولون احلى، احنا ما نحبها كذي، احنا اذا مو طماط ما نحبها. الحين انا خلصت. بعدين انا مرات شنو مثلا يعني اقلب بالجدر، الحين ايدين واحده ما اقدر. الحين حركت الباميه عدل، شوفوا حتى تحسون انها تقلت. ومثل ما قلت لكم حطوا اي شيء تحمسون فيه، حتى لو كان، بس احسن شيء والله حق الحماس هي الادوات الخشب. زين، لان انا بعد ماسكه التليفون بيدين واحده فما اقدر احمس حركه، راح احركه وارجع لكم ان شاء الله. الحين بعد هذا جاي الثوم اللي فارمته، وراح اقط عليه الطماطم اللي انا فارمتها ناعم. زين، سمعون بعد الاصوات، يعني معناته الجدر لاكع، لازم احط الحين الطماط كان حسب الكميه اللي انت تسوونها. الحين انا بالنسبه لي هذا تقريبا كيلو لحم على كيلو باميه، طماطه واحده تقريبا كيلو طماط مطحون. اذا تبون الطماط اكثر من كذي، تبون المرقه خاثره، يعني هذه رغبات، انتم تقدرون تقللون وتشيلون مثل ما يقولون تخفون براحتكم. ها مثل ما قلت لكم، اول شيء نحطها حدر،
وما نشيلها من حدر هذا كذي. لا تقولوا لي تنمرد، ما تنمرد. اذا انت طباخه شاطره ما يبي له شطاره الطباخ. تعالوا سلقط بالجدر، شوفوا، حطها بالحافه وشيلها، حطها مني وكذي، اطلع فيها يمين اطلع فيها يسار، يعني خلاص مو لاجع. الحين بعد بس انا راح ازيدها بعد طماط، لان هذه الباميه مالتهم هني كلش خضره، تعرفه هي بس خضره، يعني يبي لها اكثر طماط. ومع هذا ما تصير حمرة حمرة، يعني تصير لونها هالشكل، يعني خلينا نقول خضره قامجه، هذا اللون، بس يصير على اقمج مع الطباخ. وتحطون الملح عندكم، ميزانكم، قياسكم. طماطتنا فيها حموضه، راح ارش عليها ملعقه شاي شكر شويه عشان تكاسر الحموضه. وسلامتكم، علينا وعلى عيونكم بالعافيه. نسيت اهم فقره اللي هي الثوم. انا راح اخذ هذه العلوم كلها احطها كذي، هذولي اخر شيء اهرسهم واقطهم. يلا وعلينا وعلى عيونكم بالعافيه، وان شاء الله لما يستوي المرق اراويكم. والله ماكو اسهل منها الباميه، تسوينها وانتم قمضه. مثل ما قلت لكم الحين انا عصرت عليها عصره ليمون، ديروا بالكم لا يطيح هذا، يعني نص ليمونه، يعني مو كلها، مثل ما نقول نصها. ها وشوف الحين بدا يبقبق، الحين اقصر عليه وحطيت عليه ملح. ودائما حاولوا انكم تطبخون على اصغر، مو اصغر عين، الوسط. العوده هذه مالت اللي يسوون عليها القوزي، في بعضهم يسوون عليها البيض، لا انا اصغر الوسط. هذه العين اطبخوا عليها زين، وخلاص خلص مرق الباميه. علينا وعلى عيونكم بالعافيه. وفي ناس وايد يحطون شغلات، يعني اكو ناس يقلون بيديان ويحطون عليه، اكو ناس يحطون وياها بطاط. احنا لا، الباميه باميه، ومرق الخضره المشكله غير. الباميه يروح طعمها لما تحطين وياها اي ماده اضافيه. هذا المرق خلاص، قطيت له هرسة الثوم وقطيته الحين انا عليه. والباميه خلاص ما شاء الله لا اله الا الله صارت ايش حلوها. طالعوا لونها شلون صار، سبحان الله. قلت لكم بتحركونها هالشكل، لا تشيلون لما بتحركونها. يقولون تنمرد، لا ما تنمرد. لما تخلين القفشه بالقوع او الملاس ما راح شو اسمه. وخلاص الحين انا امرقها، شوف شلون تخن. واساسا الباميه كل ما تقعد تتخن، حتى لو يصير المرق خفيف. الحين انا مرقتها على حسب اللي ابي. قلت لكم انا ما اضيف ولا شيء، لا كملت وخلصت. وطفيت عليها، ارش على هذه شويه فلفل اسود على الوجه بس. وهذه باميتنا، وعلينا وعلى عيونكم بالعافيه. لا اخر شيء سمعت واحد مسوي مقلوبه باميه، اول مره اسمعها، يعني نطرتها بس يعني شكله ما عجبني بعد، مو طعما. المهم هذه طريقتنا احنا الاصليه، ما نغيرها، على زمان امي ويدتي. وعلينا وعلى عيونكم بالعافيه. وخلص مرق الباميه، وعلينا وعلى عيونكم بالعافيه، مع رز، سواء بتسوونه مشغول او تطبيق وبراحتكم، او تبي تسوون تشريب. وعلينا وعلى عيونكم بالعافية.